27,000 قنبلة في طريقها إلى إسرائيل، وأسعار النفط تحلق والعالم يختنق، والصين ترسل ذخيرة إلى إيران، وأسطول بحر قزوين الروسي يرد الجميل، فالمعركة تقترب من حرب عالمية. ما في نقاش بهذا الموضوع حتى لو اتصل الرئيس ترامب بالرئيس بوتين. موضوع التعاون العسكري بين إيران وروسيا محسوم وكفى. مسيرات شاهد الإيرانية فتحت عشرات الثغرات في جبهة أوكرانيا، وطهران يحق لها من روسيا شوية وفا. جهزوا حالكم لمعركة طويلة وصلوا على النبي المصطفى. الوزير عراقجي قال يا ليل والكرملين قال يا عين، معناها المي ماشي في سوائيها والأسلحة تتدفق إلى إيران. نحن من روسيا علينا دين لطهران وما في علينا لوم، لأنهم وقفوا معنا بحرب أوكرانيا. نحن آسفين يا سيادة الرئيس ترامب، بدك تعذرنا. وعدتنا تنهي موضوع أوكرانيا وتعطينا الدنباس ونعمل شغل وشركات وترفع العقوبات ونفتح الطريق بين روسيا وأوروبا، بشرط ما نتدخل بأزمة فنزويلا ولا بمعركة إيران. ما قدرت تسيطر على القرار الأوروبي، ضليت تسلح زوزل الخطير وسحبتنا دورة من فوق السرير وقصفت حليفنا إيران وطالعتنا من اللعبة لا خمير ولا فطير. عن إذنك بدنا نبعث شوية صواريخ باليستية مع حشوات متفجرة لصواريخ مجنحة ومضادات حديثة للطيران. أما بكين قالت خلونا لساعة الضرورة. هلا ضرورة يا رفيق؟ معناها علنا سنكون خارج الحدث، وبالسر سنبعث أسلحة برا وبحرا. حتى أنت يا أبو شاينة، الرئيس ترامب يعاتب الصين، مو اتفقنا تبقوا على حياد لبين ما نغير نظام طهران؟ بدليل انه حصتكم من بترول فنزويلا بعتناها جملة ومفراء حتى ما يصير عليكم نقص. احكي ولا خلي السر بيناتنا. نحن لن نتدخل في معركة إيران، ولكن هناك عقود عسكرية وصفقات قديمة علينا الوفاء بها. بعدين انت اخر واحد بحق لك تحكي. ما انت مطوقنا بالقواعد العسكرية وصار لك 6 شهور عم تحرض كوريا الجنوبية واليابان علينا. من ايبة اليابان بهمها استقلال جزيرة تايوان؟ ها؟ انت الحق عليك يا رئيس ترامب، انت عايش بحلم امريكا القديم وبدك كل العالم يصدق هالوهم. استنى علينا كم سنة والله يعطيك العمر لتشوف سقوط القوة الإمبريالية الأمريكية وصعود قوة الشرق بعيونك. من هلأ بخبرك الدولار فقد نص القوة العالمية اللي مسيطر عليها. وتأكد أن روسيا والصين لن يسمحوا بأن يتركوا إيران تسقط لوحدها مثل لبوة جريحة. جار زبط لي فنجان قهوة على الريحة. آبار النفط ولعت في حقول إيران والعيون تتجمع على مخزون اليورانيوم. واشنطن وتل أبيب يفكرون بعمل خطير وشبه مستحيل. قال شو؟ راح يعملوا إنزال جوي لإخراج 460 كيلوغرام مادة مشعة مخصبة ومخباية بعباية جوخ مقصبة. يا شباب اسمعوا مني، سرقة البنك الأمريكي الفيدرالي أهون بكتير. لا تفوتوا هالفوتة، لأنه اليورانيوم الإيراني مرصود عليه رصد 160 عفريت من نوع تنابال حارق وألغام ليزرية بتحرق وبتدمر كل شيء بيقرب من 100 متر حول تابوت اليورانيوم المدفون في مركز الدائرة. إسرائيل شعرت بالنشوة من مجرد فكرة أن الدول العربية ستقاتل معها في معركة واحدة. يا للمصير العجيب، يا للتاريخ الغريب. هل كان من المتوقع أن يتغير النظام الإقليمي 180 درجة؟ لهالدرجة؟ معقول يا مخابراتنا في المؤسسات العسكرية الأمريكية أن العرب تنهار شعاراتهم التاريخية؟ تعال شوفهم، تعالوا شوفوا دخلوا في الإبراهيمية من غير دعوة رسمية. شوف ما أحلاهم، كيف ضيعناهم بين عدوين وبالآخر اختاروا العدو مذهبيا لحساب العدو وطنيا، لأن العقيدة أهم من الوطن عند العرب. بصير هيك يا حلفائنا الأمريكان؟ بصير هيك يا شعوب العرب؟ بصير هيك يا جار؟ يتساءل المحفور له آريل شارون، أحد أشهر مهندسي القتل الجماعي في تاريخ الدولة الطفيلية. الرد جاء من الاستخبارات المشتركة بين واشنطن وتل أبيب. شو أنت مفكر العرب بهالبساطة؟ تعال احسب لك ياها بدقة. العرب
وجدوا أنهم بين عدوين قويين، ولما اندلعت المعركة ضد إيران قالوا خلي الفخار يكسر بعضه، وهم حريصون على أنه واحدنا لازم يقضي على الثاني. يعني إذا انتصرت إيران وهزمت أمريكا وإسرائيل ما بتكلفهم إلا شوية تشبيك علاقات، كم وفد من الخليج وشوية ترتيبات في سوريا ولبنان، فتح الطريق لزيادة قبور البقيع في المدينة المنورة، وإعادة تأهيل مقامات أهل البيت الكرام في سوريا والعراق وحتى في مصر، زيارات وحجاج وتعاون وترتيبات مشتركة لإنشاء دولة فلسطينية واتفاقات على شكل العلاقات الثنائية. وبعد إزاحة الخطر الصهيوني سيتمكن العرب من تطويق الخطر الإيراني خلاص، لأنه ظهرهم ما عاد مكشوف، وبالتالي إيران لن تصبح خطيرة كما في السابق، لأنه أصلا أي نظام في إيران مهما كان علماني أو متدين ما عنده سردية أو مبادئ يلف عقول العرب الفقراء فيها. والاحتمال الثاني أنه إسرائيل تتمكن من إسقاط النظام الإيراني بمساعدة أمريكا، وهنا سيقدم العرب أسمى آيات الشكر والتقدير للقوى الغالبة، وشوية مجاملات وترحيبات ومضافات، وبعد كم سنة الدول المحيطة بالأرض المحتلة ستقترب من تشكيل تحالفات لتضغط على المجتمع الدولي من أجل قيام دولة فلسطينية. العرب ما عاد في شيء يخوفهم ولا يشغل بالهم، المشاكل الطائفية والمذهبية خلصت، الكابوس خلص والشعوب استيقظت من الغفوة والغفلة. ما عاد في حجة لإسرائيل تعمل أي معركة مع أي طرف. من هلأ مصر تدعو إلى تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية الأمن الجماعي للدول العربية. هذا الحلف لو تشكل فهو اليوم ضد طهران، ولكن بعد سقوط نظام طهران قد يصبح هذا الحلف خطر على تل أبيب. هون في خطين واضحين لمنع العرب من الانتقال من حالة المفعول به والمضاف إليه إلى حالة الفاعل الأذكى والأدهى، بحيث يدعوا أحد العدوين يفني الآخر ثم يقوموا بتطويق المنتصر ليأخذوا منه مكاسب الانتصار ويجعلوها في مصلحة العرب. أول خط لمنع العرب من الاستيلاء على راية النصر، إما تل أبيب تكمل وصية نتنياهو في معركة مستمرة مع الإسلام بناء على تحريض من اليمين الأوروبي المتطرف والمنظمات الصهيو أمريكية من شان تستمر نظرية الحروب المتناوبة في الشرق الأوسط بهدف تفريغ المنطقة من قدراتها البشرية وكوادرها العلمية، لتبقى فقط طبقة من الفقراء، فقراء العقل والحضارة، وهؤلاء من السهل جدا السيطرة عليهم لأنهم أساسا يتحركون جماعيا تحت قيادة غير منتخبة تتحكم بعاداتهم المنزلية وتلهمهم باللباس وقصة الشعر ويرددون وراءها الشعارات والمصطلحات. هذه الشريحة الواسعة من الشعوب العربية مطواعة يسهل توجيهها بالاستشعار عن بعد، وهيك بيمنعوا العرب من التنفس بالحرية والسلام بعد القضاء على الدور الإيراني. عندها سيقول العرب إن إيران كانت مثل صقر خوفهم وما قدروا يروضوه فعملوا عليه حفلة شواء. أو أن تقرر أمريكا الحضور بثقلها العسكري والاقتصادي في المنطقة العربية، طبعا بعد القضاء على أي نوع من التدخل الإيراني والانتهاء من جميع التنظيمات الدينية المسلحة. وهذا يعني تحويل الشرق الأوسط إلى محمية أمريكية واسعة النطاق الجغرافي، وبهالحالة ما عاد في دولة فلسطينية، وتتولى أمريكا بنفسها تجريف المساحات أمام تمدد دولة الاحتلال. وكل قوة عربية وطنية تحاول منع توسع المحتل تتعرض مباشرة لضربة أمريكية، والتهمة جاهزة: التطرف والإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون وما إلى ذلك. لأنه بعد معارك إسرائيل الأخيرة ستصبح القاعدة والنظرية والمصطلح المتعارف عليه أنه عدو أمريكا وإسرائيل هو الإرهابي المتدين المتشدد، حتى لو كوري شمالي مقيم في سويسرا. مجرد ما قرر يحارب إسرائيل وأمريكا دخل في تهمة الإرهاب الجاهزة. هذه الاحتمالات في وضعية غالب أو مغلوب، ولكن الأمور قد تتجه إلى الطريق الثالث، وهو على الشكل التالي: صلح القهوة جار. المعارك لن تتوقف، وطهران ستحترق من تحت الأرض إلى أعلى نقطة فيها. المدن الإيرانية القريبة ستدمر مؤسساتها ومطاراتها وأسواقها.
القنابل التي تصل إسرائيل تباعا سيتم نثرها مثل زراعة الحبوب على مساحة إيران لفرض استسلام غير مشروط على قيادة طهران، لأن دور طهران المقاتل قد يتراجع بعد وصول تحديثات إلكترونية ودفاعات جوية وحشوات كيماوية خاصة بالصواريخ البالستية من روسيا والصين. وهنا ستلجأ أمريكا وحلفائها التلايبة إلى القاذفات العالية مثل B2 سبيريت التي تطير على الحدود العليا للغلاف الجوي ويصعب على الدفاعات الجوية أن تطالها، وبكل الأحوال هي شبحية لا تلتقطها الرادارات. إيران لن تتوقف عن تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة العربية حتى بعد اعتذار الرئيس الإيراني، وستدمر بالصواريخ الانشطارية أكبر قدر ممكن من المباني والمواقع العسكرية في الأرض المحتلة. التدخل المباشر الخفي للصين وروسيا قد يتحول إلى مشاركة واضحة، وسيزداد الحديث عن حرب عالمية. الدول العربية ستكثف مشاوراتها مع جميع الدول الأوروبية والصين وروسيا للبحث عن صيغة توافقية يمكن قبولها من جميع الأطراف. إسرائيل سترفض إلى أن يصلها وفود من أوروبا ويرسل أعضاء الناتو توصيات بقبول التهدئة، وستمهد أمريكا لمفاوضات، لكنها ستعيد الضرب بقوة حتى تتحول أرض إيران إلى قطعة أرض محروسة بالكامل، رغم صراخ الاستغاثة الدولي لوقف المعارك بعد ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين. وهنا ستدخل روسيا والصين إلى حلبة التفاوض، ويتم الضغط بتحريك جبهات في مناطق أخرى من العالم لفرض واقع سياسي في إيران تقبل به أمريكا وتل أبيب من غير تغيير النظام القائم تحت شروط، أولها منع صناعة سلاح نووي واتفاقية حسن الجوار وعدم اعتداء على الدول العربية ومنع أي شكل من أشكال التدخل في الدول العربية، بما لا يعيق تطوير علاقات ثنائية تتضمن تعاون اقتصادي وثقافي. كيفك بهالحل جار؟ نحن في هذا البرنامج نخاطب العقل الواعي، ونأمل من العقول المغلقة أن تتفتح على الحقيقة برؤية العلم والمنطق والوعي القابل للتطوير. العقل زينة، بس للأسف في ناس معتبرينه اكسسوار، خايفين يشغلوه من شان ما تخلص كفالة الجهل اللي استلموها من هن وصغار ويتوسخ بالمنطق. وصلت الفكرة جار؟ هلأ أسعار البترول صارت فوق المعقول، ودول الخليج العربي بما فيها العراق بدأت بخفض إنتاجها من النفط والغاز إلى الحدود الدنيا، وقد يتوقف كل شيء يتعلق باستخراج النفط وتكريره وتصديره بشكل كامل في غضون أيام وأسابيع قليلة. السعودية فقط لديها منفذ على البحر الأحمر، ورفعت كميات التصدير إلى الضعفين عما كان سابقا. يعني شعوب كثيرة من هذا العالم بعد فترة من الزمن قد نراها طوابير على محطات الوقود، وآلاف المصانع ستتوقف، والشلل سيضرب ربع الاقتصاد العالمي على الأقل بعد مرور أول شهر على الحرب. وهذا بحد ذاته عامل ضغط دولي على أمريكا وإسرائيل لوقف الأعمال القتالية. وإذا استمرت الحرب إلى ما بعد نيسان ستأخذ المعركة أوجها جديدة متعددة: قصف مقر شركات نفط أمريكية، استهداف سفارات ومراكز استخبارات أمريكية وإسرائيلية في دول خارج المنطقة، وربما يتحرك الحوثي في الجنوب لضرب أهداف في البحر الأحمر أو في جيبوتي، وقد يكون لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى خليج عمان، لأنه سابقا وصلت إلى ميناء إيلات وأخرجته عن الخدمة، وربما يعود التهديد بقطع حبال الإنترنت. وهنا يعلو الصوت الأوروبي والآسيوي لمنع انزلاق المعركة إلى شبكة الاتصالات الدولية، فمن المحتمل أن تتحرك مفاوضات أوروبية مع موسكو لعودة حوامل الطاقة إلى خراطيمها، وهذا سيدفع بالأوروبيين إلى قبول شروط روسية، إما بتقديم تنازلات أوكرانية أو بأسعار أعلى من السابق. معناها أوروبا ستتحمل تبعات حرب أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا سيدفعها بقوة إلى الوقوف في صف الهدنة. إذا كانت إيران قادرة على الصمود لشهور عديدة، فالعالم كله لن يكون قادرا على الصمود أكثر من شهرين، اللهم إلا إذا تمكنت أمريكا من السيطرة على مضيق هرمز وتحرير المضيق من يد إيران. معناها اقتراب الحرب من تحقيق أهدافها، وهذا غير منظور في الأفق، لأنه موسكو وبكين يستثمرون الوقت لاستنزاف قوة أمريكا عن بعد. يعني ترامب وقع في الفخ، الكمين اللي حكينا عنه قبل حلقات مجهز من شهرين على الأقل.
ولذلك نهاية الحرب على إيران ستكون أسبابها من خارج دائرة المعركة أكثر من نتائج الحرب على الأرض. العرب لديهم الفرصة بخطة تمكين المعركة من نهاية فاصلة لأحد الفريقين والتعامل مع المنتصر ريثما يختم الشعوب العربية على جروحهم ويدافعوا عن دولهم الوطنية بعد سقوط أحد العدوين، وأن يتفقوا على درع عربي واحد تصنعه قوة عسكرية مشتركة من جيوش الدول العربية تحقق أهدافهم وترد عنهم العدوان والتسلط والاحتلال. سلام.